ده بقى البيتي فور اللي ملهوش حل. شايفين الجمال؟ شايفين الاشكال التحفة الجميلة دي؟ وموفرة جدا وجميلة وحلوة جدا. شايفين الاشكال؟ حاجة كده تفتح النفس بجد ودايب دوبان. بيتي فور ملهوش حل. واللي اول مرة بيشوفني انا اسمي سامية، واشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. ولو عجبكم البيتي فور لايك وشير، ويلا بينا على الوصف. ومعانا كوباية سمنة، ولو هتعملي بالزبدة يبقى هتزودي عن الكوباية معلقة كبيرة. ومعانا كمان نص كوباية سكر بودرة، وهنقلبهم في بعض. وبعد كده عندك مضرب كهربي، هاند بلندر، مضرب يدوي زي كده، تخلطيهم كويس قوي. شايفين الشكل عامل ازاي؟ وبعد كده معانا يا اما بيضة سليمة، يا اما لو عايزاه دسم شوية يبقى هتحطي صفار بيضتين، وهنقلبهم وعليهم نص معلقة فانيليا، ونقلبهم كويس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين عطينا بقى السمنة عاملة شكلها ازاي مع السكر؟ جميلة قوي. ومعانا بقى بعد كده كوبايتين ونص دقيق. انا الدقيق عندي عارفاه هياخد الكوبايتين ونص، لكن انتي ضيفي بالتدريج واحدة واحدة وشوفي هياخد منك قد ايه، ممكن اقل ممكن اكتر. ولو انت هتعمليه بالقمع او بماكينة البيتي فور يبقى هتخليه طري شوية. وبعد ما تخلصيه معانا نص معلقة بيكنج صودا في الاخر خالص، نقلبها وبطراطيف الصوابع كده، ما بنعجنش. واي حاجة بتعمليها من حاجة العيد لازم تجربي منها الاول قبل ما تشكلي. شايفين العجينة طرية ازاي؟ بتجربي واحدة في الفرن وتشوفيها. وبعد كده معانا ورقة زبدة، وهنحط عليها العجينة بتاعتنا وفوق منها ورقة زبدة كمان، ونبتدي نفردها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد ما نلاقي السمك اللي احنا عايزينه، ونوريكم السمك قد ايه. بصوا شايفين السمك ده اللي احنا عايزينه. ولو عملتيه رقيق عشان تلزقي اتنين في بعض برضو ده حسب الرغبة. وهنجيب الاشكال اللي عندنا ان كان قلب او غيره. بصي وبنطلعه ازاي، بنزقي من تحت، بحطي ايدك تحت ورقة الزبدة وتزقي بصوابعك لحد تحت خالص عشان ما تتقطعش منك. وادي شكل تاني برضو نجمة، وفي نجمة صغيرة هنحطها في النص برضو نقطع بيها. ولو عايزاها نجمة سليمة كده ده حسب الرغبة برضو. وبرضو هنطلعه بنفس الطريقة، انك تحطي ايدك ورا ورقة الزبدة وتبتدي تنزلي بصوابعك ايدك لتحت لتحت علشان شايفة. وادي الاشكال بتاعتنا بعد ما خلصت، وعملنا من كوبايتين ونص 5 اشكال. شايفين الجمال؟ ويكون الفرن عندنا على 160 او 320 عندنا. ادي السوا بتاعه بيكون لونه فاتح كده، ما بيبقاش لونه غامق. ومعانا 100 جرام شوكولاتة خام مبشورة، و15 جرام شمع الحلويات. وفايدته ان هو بيخلي لما تغطسي البيتي فور في الشوكولاتة يمسك بسرعة. يبقى 100 زائد 15 شمع حلويات. وهنسيح ده على حمام مائي او في الميكروويف، والشمع هتسيحيه على البوتاجاز او في الميكروويف. وادي الشوكولاتة بتاعتنا ساحت، شايفين شكلها عمل ازاي؟ وبعد كده الشمع ساح بالطريقة دي، يا اما على البوتاجاز في قلاية صغيرة او الميكروويف. ونقلبهم ونبتدي نحط على شوكة كده ونحط عليها الشوكولاتة لو عايزة تغلفيها كلها بالشوكولاتة. ولو لقيتيه جمد منك برضو على حمام مائي سيحيه تاني او في الميكروويف. وعندنا الاشكال كتيرة وانت بتختاري الشكل اللي يعجبك، وبتختاري برضو ان كنت عايزاه تعمليه كامل بالشوكولاتة او تعملي نصه زي ما بنعمله القلب كده. شايفة شكله؟ الشكل جميل ازاي؟ وبعد كده لو انت عايزة تزيني بالشوكولاتة الفورماسي اللي هي ملونة وهي طرية لسه، تبدأي تحطي تشكلي او تغطسيها زي ما هنعمل برضو. شايفين دي حطينا نصها شوكولاتة وغطسناها برضو باللون الاحمر. شايفين شكلها جميل ازاي؟ والنجمة برضو هنغطسها. ادي الاشكال بتاعتنا. وكده خلصنا تشكيل البيتي فور بتاعنا. شايفين الجمال؟ بجد طالع تحفة، وعطينا كمية حلوة قوي، واحلى من الجاهز واوفر من الجاهز، ومعمول بسمنة بلدي ومش
حتى بالسمنه البلدي بس مش مكلف. شوفي انت لو اشتريتي ده من بره يبقى بكام. وتعالوا نشوف البيتي فور بتاعنا. بصوا شايفين ناعم قد ايه؟ بصي شايفين النعومه بتاعته، النعومه الدايبه الجميله، شايفين الجمال؟ بجد تحفه، بجد شغل فاخر من الاخر، وبجد بجد طعم وريح.